السلام عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ فيديو جديد النهارده. كنت بصراحه الفيديو ده انا مصوراه من حوالي اسبوعين او اكتر كمان، قبل الاحداث تقريبا اللي بدأت تحصل دي بيوم او اتنين. كنت ناوي اكلمكم فيه عن حاجات كتير كنت ناوي اكلمكم فيه. لو تشوفوا انا في عنوان حاطاه في القناه عندي اللي هو طفل سعيد ام سعيده. لازم انتي تبقي مبسوطه عشان تخلي ابنك مبسوط. ما ينفعش ام تكون تعبانه او متضايقه او عندها مشاكل نفسية. احنا كلنا طبعا عندنا مشاكل، بس قصدي يعني من جواها مش مبسوطة وتعرف تطلع ابن سوي نفسيا او مبسوط. كنت ناوية اكلمكم عن الموضوع ده واحاول اقول لكم على شوية افكار كده تخلي الدنيا احسن واروق. بس بصراحة انا باللي بيحصل ده انا مش قادرة اتكلم في اي حاجة. مش قادرة اصلا اصور فيديوهات ولا حاسة ان انا قادرة افكر او ارتب حتى افكاري. آه، صور الأطفال وصور والفيديوهات اللي بشوفها واللي بيحصل مخليني مش قادرة أسمع حاجة أصلا غير أصواتهم. فعلا أصواتهم في ودانا طول الوقت. مش إحساس إن الناس دي قاعدة في بيوتها مستنية الموت، إحساس وحش قوي قوي. أنا مش قادرة أتخيله أنا ككبيرة، مش عارفة الأطفال إزاي. بجد ربنا يعينهم يا رب ويفك اللي هم فيه ده على خير يا رب، ويبعد عنهم اللي بيحصل ده. انا مش قادره اتخيل ان انا ابقى قاعده في بيتي كده مستنيه الموت، هما قاعدين في بيوتهم مستنيين الموت. الموت حواليهم في كل مكان. احساس وحش قوي 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 فعلا. قبل الاحداث دي كان الواحد ممكن لو اي اتنين وقفوا يتكلموا مع بعض يتكلموا في الغلا، الحاجات غليت، متضايقين جدا من اللي بيحصل في الاحوال الاقتصاديه يعني، والغلا والكلام ده. بس اكتشفت ان مفيش اي مشاكل يعني قدام ان احنا في امان. اكتشفت ان الامان ده حاجة مهمة جدا 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 ونعمة كبيرة جدا جدا جدا. احنا يمكن ما كناش حاسين بيها. على قد ما بدعي ربنا يفك كرب الناس دي ويعينهم على اللي هم فيه، على قد ما بحمد ربنا على نعمة الامان. انا بقالي فترة من ساعة ما الاحداث دي بدأت بدخل انام مع ولادي في الأوضة. مش عارفة في ناس كده زيي ولا لأ. بدخل اطمن عليهم بالليل، بصحى بالليل واقعد اطمن عليهم. بقيت احضنهم كتير قوي. بقى يهمني اهم حاجة ان هما كويسين. مش مهم ان البيت مترتب، مش مهم ان هما عاملين اي شقاوة في البيت، مش مهم اي حاجة. المهم ان انا ابص لهم الاقيهم كويسين قدام عيني. ده بقى اهم حاجة عندي. نظرتي للموضوع اتغيرت 180 درجة. نظرتي للمشاكل اللي كنت ممكن تضايقني في اليوم او تتعبني لمجرد ان هما بيتخانقوا مع بعض على ألعاب، او ان هما عيانين شوية، او ان هما مبهدلين البيت، او ان هما ما بيسمعوش مثلا الكلام. كل ده ما بقى مش حاسة ان هو بقى مشكلة بالنسبة لي دلوقتي. انا دلوقتي ببص على البيت وهو متبهدل، وببص عليهم وهم عمالين يعني يقعدوا يتخانقوا مع بعض على اللعب، وابص اقول الحمد لله. بقيت اكتر كلمة بقولها اليومين دول الحمد لله. الحمد لله بجد ان ولادنا قدام عينينا، وان احنا مطمنين عليهم، وان احنا قاعدين في امان مش متهددين بخطر في اي وقت ممكن يحصل لنا. يا جماعة والله بجد انا اكتر حاجة وجع قلبي احساس الاحساس الوحش اللي هما الخطر او الضرب حواليهم في كل مكان، وهما مش عارفين يعملوا ايه. اطفال صغيرين كان عندهم احلام واسر كانت في بيوتها مطمنة وعندهم ولاد وعايزين يشوفوهم يكبروا قدام عينيهم، بيحلموا بيهم زي ما اي حد فينا عنده حلم عايز يكمله وعايز يعيش وعايز يكمل. لكن للأسف فجأة بيلاقي كل ده انهار وكل ده اتدمر، بيته اتدمر وحياته اتدمرت وولاده أو عيلته أو حد من قرايبه أو أمه أو باباه. بجد ربنا يعينهم على اللي هم فيه، وربنا يعين الأطفال على الذكريات اللي هم عاشوها والأيام الصعبة اللي هم عاشوها، اللي هتأثر جدا فيهم وهتأثر طبعا في طفولتهم يا عيني. وفي مشاهد مش هتتشال من الذاكرة عندهم. صعب صعب بجد، بيعيشوا بجد أصعب حاجة ممكن أي إنسان يتحملها. بس بيحسوا بأحاسيس فوق مستوى البشر إن هم ممكن يتحملوها وفي سنهم الصغير ده. ف الحمد لله الحمد لله على كل حال، وربنا يعدي الأيام دي على خير ويشيل الغمة اللي على قلبنا دي، لأن أنا حاسة إن الناس كلها مهمومة، الناس كلها متضايقة، الناس كلها تعبانة.
حاسين إن في وجع في قلبنا كده، مش عارفة مش عند ناس كتير قوي، كل ما اقابل حد الاقيه عنده نفس الوجع ونفس التعب ونفس الاحاسيس. فربنا يا رب يعدي الايام دي على خير ويفك الغمة دي. ويعني مش عارفة والله اقول لكم ايه. انا كنت ناوية اعمل الفيديو ده زي ما انتوا شايفين كده، كانت سهرة للولاد. كنت حابة اقول لكم بس على ان احنا من وقت للتاني لازم نعمل تغيير، نكسر الروتين، نعمل لهم حاجة، عادة ايا كان ايه العادة دي يبقوا متعودين عليها. نعملها لهم بحيث ان هم لما يكبروا يفتكروها، وممكن هم يعملوها مع اولادهم كمان، ويحكوا عنها ويقولوا احنا ماما كانت بتعمل لنا كذا. ماما في المناسبات بقى، في الايام العادية، في كل وقت كده حاولوا يبقى لكم عادة ممكن تعملوها مع الولاد. يعني ربنا يخلي لكم ولادكم يا رب، وتفضلوا تعملوا ذكريات حلوة وتفتكروها مع بعض و... و... وتعيشوها مع بعض، لان بصراحة اغلى حاجة في الدنيا بجد هي الولاد دول نعمة ربنا في الارض، اللي بتخلينا نعيش اصلا وتخلينا نكمل. انا متهيألي لولا غريزة الامومة اللي جوانا دي، انا ما كانش في حد عاقل على وجه الارض، بالذات يعني بنت، يعني ان هي تتجوز وتشيل مسؤولية وتفضل دوام تشتغل 24 ساعة يعتبر، وتشيل مسؤولية كبيرة. مسؤولية الأطفال وتربيتهم دي مسؤولية كبيرة قوي، وتعب وإرهاق ومسؤولية بيت. لو ما فيش عندنا غريزة الأمومة دي، متهيألي ما كناش بالعقل، لو عقلنا بس عمرنا ما كنا حتى اتجوزنا. فهي فعلا النعمة اللي ربنا ادهلنا هي الأطفال. لأن فعلا أنا يمكن أكتر حاجة وجع قلبي إن أنا عشان بقيت أم، فأنا بشوف اللي بيحصل ده بعين الأم، فعشان كده موجوعها يمكن أكتر. وأكيد أي أم بتسمعني هتبقى حاسة نفس الإحساس. فالولاد فعلا فعلا آه، هم اللي محللين لنا الدنيا، وهم اللي مخلينها حلوة، وهم اللي احنا بنتحمل عشانهم اي حاجة وحشة ممكن تقابلنا، وهم اللي بيخلونا نكمل ونقوم ونقع ونقوم تاني نكمل. فمعلش عشان نعرف نكمل معاهم لازم برضو نطلعهم كويسين ونطلعهم مبسوطين على قد ما نقدر، كل واحد وعلى قد امكانياته. وزي ما قلت لكم في الفيديو اللي فات، هم اصلا آم، طلباتهم قليلة قوي. هما مش طلباتهم مش كتير. انا عايزه اقول لكم ان السهره دي لما كنت بعملها للولاد، انا من ساعه ما الموضوع ده حصل ما عملتهاش بصراحه، لاني مش قادره. بس في الاول وفي الاخر هقول لكم لازم نكمل عشانهم برضو، ونحاول نعمل برضو عشانهم. انا بعملها بيبقوا مبسوطين قوي، بيبقوا يعني يمكن لما بوديهم النادي او اخرجهم ما بيبقوش مبسوطين قد ما اقول لهم يلا هنعمل موفي نايت النهارده وهنقعد نتفرج على فيلم. بننزل فيلم كرتون وبنقعد نتفرج عليه كلنا، مش بمسك موبايل واسيبهم يتفرجوا، لا كلنا بنقعد نتفرج مع بعض ونعمل ونطفي النور ونعمل جو كده. هم خلاص اتعودوا عليه. كنت معودة عمر ابني عليه من قبل ما البنات تيجي، ولما البنات جت بقت هم كمان بيحبوها قوي. طقوس كده في كل فترة كنا نعملها، بتبسط الولاد وبتعمل لهم ذكريات حلوة، وبتخليهم يرتبطوا يعني بحاجات حلوة ممكن بعد كده يفتكروها. العيد ليا برضو حاجات ممكن ما يصحوا الصبح لازم بيلاقوا آم، حلويات، بيلاقوا ألعاب جديدة بيلاقوها. بصور لكم بعمل لهم ايه. ربنا يا رب يجيب لنا العيد ده على خير يا رب، ونبقى كلنا مبسوطين. رمضان نفس الحكاية. يعني قصدي ان في كل فترة كده حاولوا تعملوا، ما تعدوش الأيام كلها شبه بعض. حاولوا يبقى فيه في كل فترة كده تغيير، فيه حاجة بنعملها متعودين عليها، حاجة تجمعنا وتلمنا. لأن اللمة والعيلة دي حاجة حلوة قوي والله، ونعمة كبيرة قوي قوي قوي، ومحتاجين نحس بيها. احنا الموبايلات بالذات احنا الكبار والامهات اخدتنا شوية من الولاد، واخدتنا ممكن نسيب ولادنا على التابلت او نسيبهم على التلفزيون او الكرتون، واحنا نقعد نمسك الفيس ونقعد نقلب نقلب نقلب، او نقلب على اي موقع تواصل. بس انا اكتشفت ان انا لما بسيب الموبايل حتى دلوقتي على فكرة، لما بلاقي نفسي تعبت من اللي بشوفه ونفسيتي تعبانة بعمل كده، بس بقفل التليفون بحطه بعيد وبقعد معاهم، بنقعد نلعب، بنقعد نعمل اي حاجة.
زي ما قلت لكم برضو فيديو قبل كده، بدخل البابل بتاعتهم عشان هي بتبقى نقية قوي وحلوة قوي، فبتهديني، بتفوقني، بترجعني تاني ابقى كويسة، لان كتر الاحداث دي ممكن تتعب نفسيتنا جدا جدا. فانا بتعافى حتى بيهم، يعني انا بتعافى بيهم فعلا. فانتوا حاولوا تتعافوا بولادكم. الحمد لله كل اللي عنده ولاد، واللي ما عندوش ربنا يرزقه يا رب بذرية صالحة وكويسة تسعده وتدخل البهجة والسرور في قلبه يا رب، ويبقوا سند ليه لما يكبروا. فحاولوا على طول تتعافوا بولادكم، لان هم فعلا فعلا احسن حاجة في الحياة. فكل فترة كده حاولوا تعملوا حاجة تغيروا بيها من الروتين بتاع اليوم. يبقوا الولاد مستنيينها، ممكن تبقى مش شرط سهرة، ممكن تبقى نزولة مثلا في جنينة جنب البيت، ممكن تبقى قعدة حلوة، ممكن تبقى ساعات في الشتاء بعمل خيمة كده بأي حاجة موجودة عندي. بعمل خيمة ممكن أحط عليها عقد نور صغير وندخل جواها ونقعد نقرا قصص ونقرا حواديت، بيبقوا مبسوطين جدا جدا وبيحبوها قوي. حاجات أي فكرة تيجي في بالك ولادك بيحبوها اعمليها معاهم. هاتي الكراسي بتاع السفرة وحطي عليها ملاية وحطيها كده جنب الحيطة واعمليها من بالناحيتين، وادخلوا اعملوا اكنها خيمة، وهاتوا مخدات وادخلوا وشوية فشار واقعدوا اقروا حواديت. جربي كده وقوليلي ولادك هيبقوا مبسوطين قد ايه، والموضوع مش هيكلفك حاجة خالص. هيبقوا بيفتكروها وهيفكروكي بيها، وبعد كده مامي تعالي نعملها تاني. فهي اللي انا عايزه اوصله لكم، هي مش مهم حاجه مكلفه، هي اي حاجه، بس المهم انك تجمعوا مع بعض. منها بتكسروا روتين، منها بتعملوا ذكرى حلوه مع بعض، منها انتوا بتقضوا وقت حلو مع بعض، منها انتي كمان على فكره لو فصلتي وفعلا قعدتي معاهم بتركيزك كله معاهم، هتلاقي نفسك حتى لو كنت متضايقه، حتى لو كان عندك مشكله، هتلاقي نفسك نسيتي. والله زي السحر هتلاقي نفسك فصلتي، هديتي، ضحكتي من قلبك، الابتسامة هتطلع من قلبك. ما بجد بجد هما عندهم سبحان الله الأطفال حاجة كده زي السحر. يمكن براءتهم هي السبب، يمكن قلبهم الأبيض هم السبب، معرفش، بس هما حاجة كده زي السحر. أنا ببقى تعبانة جدا جدا جدا، نفسيتي تعبانة جدا، مجرد ان انا بس اسيب كل حاجة واقعد معاهم. هما بيجولي اصلا، يعني لما عشان اتعودوا ان هما يقعدوا معايا على طول. لو انا اتشغلت حتى، مامي تعالي لعبينا، مامي تعالي اقعدي معانا، مامي تعالي ارتاحي، يمسكوني من ايدي كده لو لقوني اتشغلت في شغل البيت، تعالي ارتاحي، تعالي اقعدي معانا. فبتفرق جدا والله معاهم، بتفرق في نفسيتهم. طبعا أنا دلوقتي لو عملت موفي نايت وحاولت اعمل يعني، طبعا هنغير كل اللي احنا كنا جايبينه ده عشان المقاطعة. حتى الحاجات دي انا ما كنتش لسه، زي ما قلت لكم كان لسه الاحداث ما بدأتش، وكنا عادي كلنا بنشتري وبنجيب ومحدش مركز في حاجة ولا حد فاهم حاجة، كله كان بيعدي يعني. فده الفيديو بتاع النهاردة، حبيت اتكلم معاكم شوية عن الحاجات اللي احنا كلنا حاسينها واللي انا كأم زيكم حاساها، وحبيت برضو اقول لكم على حاجات ممكن تعملوها يمكن تطلعنا شوية من اللي احنا فيه. وهي بجد الأطفال من ضمن الحاجات اللي بتطلع جدا جدا من أي تعب نفسي أو من أي ضغط نفسي. ربنا يا رب يحفظهم ويخليهم ويصبر أهالي الناس اللي أطفالها اتحرموا منها واللي اتحرموا من أهليهم. وده الفيديو بتاع النهاردة. ما يا رب ما يكون بس كئيب او صوتي انا كئيب، لان هو كفاية الكآبة اللي حوالينا، فمش عايزة كمان يبقى فيديو بتاعي كئيب عليكم. بس غصب عني والله هحاول افوق، وباذن الله انزل لكم فيديوهات تانية قريب، ونرجع تاني نتكلم في الفيديوهات بتاعتنا عن الحاجات اللي انا متعودة اتكلم معاكم فيها. واي حاجة حابين تسألوني عنها اكتبولي في الكومنتات تحت. واي حد عايز يتواصل معايا، في ناس كانت بتبعت تقولي عايزه اتواصل معاكي، انا بحط لينك الانستجرام، يبعت لي المسج على الانستجرام ارد عليه على طول. وبحط اللينك بتاع الانستجرام بتاعي برضو تحت في صندوق الوصف.
ويا رب يجعل أيامكم كلها أمان وفي سعادة وفرح، ويعوض أي حد يشوف أي حاجة وحشة، ربنا يعوضه خير يا رب ويجازيه خير ويكتبها له حسنات، يعني ويعوضه في الدنيا وفي الآخرة بإذن الله. هسيبكم بقى تكملوا باقي الفيديو. ده كانت الحاجات اللي أنا بحضرها للولاد. ده اللي أنا بحطه ده في الآخر كان جيلي. بحط أي حاجة عندي والله، فاكهة أو بجيب لهم حاجات من السوبر ماركت، بحاول أحط من ده ومن ده وأنوع عشان خاطر متبقاش كلها حاجات مضرة يعني يبقوا تعبانين منها. فدي كانت آخر سهرة عملناها قبل الأحداث، وبإذن الله ربنا يعدي الأيام دي ونعمل أصور لكم سهرات تانية احنا بنعملها مع بعض، وأحاول أصور لكم الولاد بتبقى مبسوطة قد ايه لما بعمل لهم ده. وأشوفكم في فيديو جديد قريب إن شاء الله. سلام عليكم.